ده فيديو لعصارة تورنيدو. انا كنت نزلت قبل كده وعملت فيها فواكه، كل الفواكه سواء الصلبة او الفواكه العادية الطرية. وهنا ناس كتيرة جدا ابتدت تسألني بتعصر خضار ولا لأ، بتعصر الخضروات وبتعمل الألياف بتاعتها بعيد عن بعضها ولا لأ. فأنا دي عملية قدامكم اهيت، عملي يعني. ده بقدونس وجرجير، انا جربت بقى كل انواع الخضار يعني. فحطيت البقدونس والجرجير عشان عايزة اشوف هي فعلا هتعصرهم وهيبقى بسهولة ولا لأ. زي ما انتم شايفين كده فصلت كل حاجة الألياف عن بعضها، ونزلت العصير صافي بدون أي شوائب فيه. فهو عصير صافي خالص ومن غير ما نحط فيه مية. طبعا تقدري تعملي بقى فيه في ناس بتبقى عندها القولون تعبها ما بتاكلش الخضروات أصلا وبتبقى عايزاها عصاير، فتقدري تعملي فيها العصير. أي خضار قدامك هتقدري تفرميه فيها وهيطلع صافي. هنا انا مثلا حطيت البقدونس والكزبره. تقدري طبعا تعملي البقدونس من غير بقى ما نرجع نغليه على النار ونضيع الفايده بتاعته ونحط له ميه. لا، ده انا هاخد عصير بقدونس صافي للكلى يعني السموم بتاعه الجسم كلها بتخرج من البقدونس، فهو مفيد جدا. ففعلا العصاره فصلت كل شيء. حتى بصوا الالياف بتاعتها بعيد عن اي حاجه، هي بتنزلها لك صافي. فابتديت ان انا احط بقى اي خضار عندي، ابتديت ان انا احطه. وطبعا اللي بيقدر يتحمل يعني الطعم، هو الطعم مش وحش، هو اكنك بتاخدي طبق سلطه ولكن معصور. وهتاخديه في كوبايه وخلصت، خدتي الفايده بتاعته كلها. عايزه تاكلي بقى الالياف دي لوحدها تقدري تاكليها، ولكن في ناس بتتعب من الالياف او من الخضار نفسه، فبتضطر ان هي تشيل القشر بتاعه او ان هي تفصله عشان تاخد الفايده بتاعتها. فانا لما عملتها قلت لازم اصورها لكم. بصوا هنا مثلا لما فتحت شفتوا الالياف بتاعتها فصلت تماما، المصفى اللي في النص ما فيهاش اي شيء خالص، والالياف بتاعتها ناشفه تماما، وتحسيها ان هي كده متخرطه يعني، متقطعه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش ميه حتى. يعني لما همسكها لكم هتلاقوها الميه، بصوا صافي من الميه خالص، لانها بتنزلك كل فعلا الميه اللي فيها. فابتديت ان انا اقول طب انا ليه مش هرميهم، انا هحطهم في علبه في الفريزر. وطبعا دول عشان عليهم جرجير، فانا مش هقدر ان انا استخدمها كده كخضره محشي. لو هي بقدونس وكزبره بس ماشي، لكن هنا ممكن احط منها معلقه للسلطه او تتاكل كده. فهي فعلا طعمها عادي جدا، خضار متقطع. هشيلها في الفريزر واستخدمها في معلقتين كده للسلطه، جرجير وبقدونس وكزبره، هتبقى هايله. انصحكم بقى اللي بيبقى عايز حاجه يعمل عصير بيور من الخضروات، تورنيدو زي الفل فيها. شايفة ان هي هتبقى مفيدة جدا للناس اللي عندها مشاكل في القولون والألياف.